الله يسعد أوقاتكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. اليوم رح أحكي بهذا الفيديو كيف أسرار نجاح المعمول بالتفصيل، لأنه أنا ما رح أحسن أقدر أشرحها وأكتبها كتابي. هلا عندي طريقة الشوي، شوفوا هون اللون ما شاء الله كتير حلو. أهم شي إنه تكونوا محملين الفرن قبل ب20 دقيقة على أعلى درجة حرارة، وتشوا من فوق بعدين من تحت. يفضل تكونوا حاطين المعمول قبل الشوي شغلة نص ساعة بالبراد مشان الرسمة تم ظابطة معكم وما تسيح السمنة. هذا الشي كتير مهم. وشوفوا هيك قوام ما شاء الله وريحة ومنظر. عن جد تجربوا هالطريقة ورح تدعولي بإذن الله. وأنا رح نزلكم رابط مشاكل أساوة المعمول، أنا نزلته قبل 2 سنين على قناتي، وحط لكم رابط الناطف هذا اللي واضح عنكم، رح احط لكم رابط الحشوات أنا نزلته على العيد الصغير. هلا هون رح نبلش نعمل العجينة مع بعض. هلا هون حطيت ظرف مسكة وعليه معلقة سكر وطحنتهم مع بعض دقيتهم. هلا هون عندي كوب سميد وسط، وعندي كوبين ناعم، كوبين سميد ناعم، رح نضيفهم فوق بعض ورح افركهم بالسمنة منيح وخليهم لتاني يوم. بحاول اقلبهم كل ما قدرت، يعني وقت على المطبخ يعني تقليبتين 3 بهاليوم، يعني مو اكتر. هلا هون ضفت المسكة اللي طحنتها دقيتها على السمنة. وهلا هي النص كوب اللي ورجيتكم اياه تبع السمنة انا هون حميته وضفت عليه سمسم. نزل السمسم ني بيقوم بيعطي طعم السمنة مميزة، وبضيفه ليبرد، ما بضيفه هو سخن. شفتوني دسيته وبعدين ضفته، لانه اذا ضفته سخن بيعطيكم قوام تقيل وطعم تقيل. وهلا هون تاني يوم طبعا بعد ما تخمرت السمنة مع الزميد رح بلش ضيف الإضافات اللي لازم أنا أضيفها على المعمول. أنا هلا هون عندي المقادير. هلا بس رح نسكرها. هلا هيك حررتهم شوي، رح ضيف عليهم تقريبا 3/4 الكوب طحين، ونص كوب أو أكثر شوي سكر بودرة. رح ضيف هون عندي كوب حليب بودرة، رح ضيف نصه هون، وهلا النص التاني بدي ضيف عليه ماء الزهر، ورح ضيف عليه رشة كربونة مشان هو الكربونة بتعطيني هاللون الذهبي اللي شفتوه هيك، توزع الحرارة يعني بشكل حلو على المعمول. ورشة ملح، ورح 1/4 فنجان تقريبا قطر، يعني تقريبا شي 4 معالق قطر. مثل ما حكيت لازم تكون متأكدين من القطر. حطيت هون رشة ملح ورشة خميرة شي لا يسكر، يعني مثل انه عم ترشوا ملح. وطبعا اذا ما ظهر عنكم تقيل لازم تحطوا نقطتين او 3 اذا كان هو اسنس، وتضيفوا الكمالة مي، يعني قدر فنجان مي. وهلا هيك مثل ما واضح حركتهم مع بعضهم وضفتهم على العجينة. هلا بعجنها وبختبر قوامها، وبنصح ما تدلقوا كل كوب الحليب يعني اللي ساويناه، لأن أحيانا نوع السميد بيختلف من بلد يختلف من بلد لبلد. وهلأ بنحطهم بالبراد شي ساعة نريحهم، بعدين نرجع بنشكلهم. هلأ هيك بعد ما طلعتها من البراد رح اقلبها بنعومة كتير هيك، وبلش شكلها بهذا المكيال اللي واضح عنكم ليطلعوا معي كلهم قياس واحد، ما بيطلع معي اشكال الوان كل قرص شكل. وكتير يعني مهم انه تكون الحشوة كمان طرية، مطالعينها قبل بوقت، يعني بعد ما تشكلوها لا تحطوها بالبراد، لازم تكون طرية مشان تنسجم معكم بقلب القرص، يعني تنسجم مع العجينة تدوب. لما بتكون هي باردة والعجينة بتبقى طرية فهي بتجمد بالنص تدقر، بتطلع عنكم الأطراف فاضية. هي كتير مهمة الملاحظة. ملاحظة تانية انه لازم تكون ال 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 القرص العجوة، يعني المعمول عفوا، يعني يكون اصغر من القالب،
لحتى ياخد رسمة حلوة وما يطلع معكم هيك مثل واضح مقعر، لأنه هيك ما بياخد لون ولا بياخد الرسمة مزبوط لما بيكون أكبر من القالب. هاي ملاحظة كتير مهمة. وبتشكلون هيك مثل ما شايفين يعني بالطريقة اللي انتو بتحبوها، ممكن بالملقاط، بالقوالب، أشكال على ايدكم، تضيفولها فستق، تضيفولها هيك فستق من تحت، فستقة من على الوش، يعني تعطوها الموديل اللي انتو بتحبوه. وهيك تكبسوها ببطن ايدكم لتاخد هيك الشكل اللي انتو بدكن اياه. يعني بتحطوا النايلون فيه، النايلون كتير اسهل من انكم تحطوا طحين او اي شي تاني، وبيطلع كتير شكل حلو. هون انا حطيت صبغة لانه اصفر، وحاطة هالشي ذاكرته بالحشوات. ولازم تختبروا كم قرص قبل ما تكملوا الحشوة كلها، مشان اذا في اي مشاكل تحلوها. بتاخد الحرارة كتير منيح. هلا شوف هاي قوام العجينة ولا الحشوة ما أحلاهم. هلا أنا عندي ماء زهر محميته شوي، ضفت عليها الراحة. تقريبا هي الطريقة نفس اللي عملتها بمعمول الفستق، وأنا منزلته الفيديو الحشوات لحطلكم الرابط. بس هون بدل الفستق أنا ضفت على ماء الزهر كوب جوز هند ومعلقة سمنة، بتعطيها كتير قوام طيب. وهون رشة فستق بتعطيكم كتير حشوة مميزة وطيبة وغريبة. يعني عن جد عملتلكم حشوات كتير طيبة. وهيك مثل ما واضح عنكم صار جاهزين. عندي هون أنا الجوز الهند، حبيت هيك أعملهم كتير كرابيج وصغار، يعني هيك بالقالب الصغير يعني، وميز يعني كل نوع برسمة معينة مشان ما أتخربط وقت الضيافة. وما شاء الله ما بيتحمل بالفرن، يا دوب ياخدوا 5 7 دقايق بس. إنه طلعوا بدهنوا مثل ما واضح عنكم بسمنة، بيعطوكم طعم كتير مميز. وبغطيهم، بحافظ الغطا على الرسمة عفوا على الطعمة وعلى الريحة. وهيك مثل ما وضح عنكم أنا هذا القالب الخشب حطيت فيه نايلون لأنه هو كمان بيخرمش. النايلون كتير بيسهل عليكم، بيطلع بكل سهولة بدون عذاب. فيكن تحطوا هيك فستق وتاخدوا رسمة مميزة، بس تاخدوا شكل القالب، بيطلع عندكم أشكال كتير حلوة. مثل ما حكيت مثل ما شايفين هون غطيتهم. هلا بتقولوا يمكن المحلات ما بيغطوهم، بس المحلات بيحطوهم فوق بعض هالشي بيحافظوا على طعمتهم وريحتهم. هون نحنا بالبيت لازم نغطيهم مشان يحافظوا على الطعمة وعلى الريحة تبعهم. هلا أنا عاملة نوعين. أنا حطيتلكم طريقة السميد، بس أنا كمان هدول اللي عرضتهم في منهم بطحين. هدول بالسميد شوفوا لونهم بيكون ذهبي أكتر. وطريقة التخزين كتير مهمة لحتى تحافظوا على طعمته وريحته وقوامه. تنجنوه بجيلاتين أفضل من ورق الزبدة، لأنه ورق الزبدة بيمتص الدسامة والسمنة اللي بقلبه. فيفضل انكم تحطوا هيك نايلون بقلب العلبة وتغلفوه يعني كتير منيح، وتسكروا العلبة وتحطونه بمكان ما يكون شوب يعني. وشوفوا هيك قوامهم ما شاء الله كتير بيشهوا، ريحة وطعم مميز كتير. هون اللي أنا عملتهم بالعلبة البيضة هدول بالسميد، شوفوا لونهم بيبقى ذهبي أكتر من اللي بالطحين. يلي بالعلبة الكحلية هن بالطحين. وأنا إن شاء الله رح نزلكم طريقة أو أنا منزلة مصورة فيديو معمول طحين، وإن شاء الله رح نزلكم إياه قريبا. وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.